خوتي المغاربة السلام عليكم. بالساعات الماضية رأت بعض الأخبار داخل الصحف الإسبانية وكذلك بعض الصحف العربية كتقول أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بغى يختزل عدد الملاعب المستضيفة لمباريات نهائيات كأس العالم 2030. كيف راكم عارفين مباشرة بعد الموافقة على الملف المشترك المغربي الإسباني البرتغالي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 تم اختيار 20 ملعب من مدن إسبانية ومغربية وبرتغالية. 11 ملعب في إسبانيا، 6 ديال الملاعب بالمغرب وكذلك 3 ديال الملاعب في البرتغال. الأخبار اللي كتقول في الصحف الإسبانية أنه الفيفا ما مقتنعاش أنه يكون هذا العدد الكبير من الملاعب ملاعب كلها غادا تحتضن مباريات كأس العالم 2030، فبغات تنقص منهم. الأخبار هي طبعا غير مؤكدة بنسبة 100%، ولكن فقط ما يروج داخل الكواليس هو ما التقطته الصحف الإسبانية ونشرته. وكتقول الأخبار أنه الفيفا بغات تستبعد 3 ديال الملاعب إسبانية إضافة إلى ملعب مغربي، وتم الحديث عن ملعب فاس، مدينة فاس. فهادشي كامل يعني تصوروا كيقولوا انه الفيفا بغات تنقص عدد الملاعب، وفي نفس الوقت هنالك كلام تيقول انه الاتحاد الاسباني لكرة القدم بغا يزيد يضيف ملعب اخر اللي هو الملعب ديال فالنسيا. فالاخبار كثيره، ولكن لحد الان امور غير واضحه داخل الفيفا. ليس هنالك قرار رسمي، فقط انا غادي نحيطكم حول ما يجري، لانه الموضوع فعلا يكون شويه صعيب. الى الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قرر انه يسحب ملف استضافه مباريات كاس العالم من ملعب بحال مدينه فاس. غادا تكون انتكاسه كبيره للمدينه، وكيف راكم شفتوا تم تخصيص ميزانيات كبرى من أجل تأهيل سواء الملعب ديال فاس سواء المرافق المحيطة بملعب فاس، تهيئة المدينة لاستقبال يعني الزوار والجمهور وكل شيء في المدينة. ففعلا غتكون انتكاسة حقيقية للمغاربة، وأنا متأكد أنه يعني السلطات المغربية أو الناس المسؤولين عن الملف الترشح المغربي ما غاديش يسمحوا بأنه يتم انتقاص مدينة بحجم فاس من ومنعها أو سحبها من احتضان مباريات كأس العالم. الخبر ديال هاد الموضوع هو قدامي، نعطيكم بعض التفاصيل عنه. كتقول أنه ملعب فاس مهدد بالاستبعاد من استضافة مباريات مونديال 2030، وأنه مدينة فاس كما قلت مهددة، حيث سيشارك المغرب يعني مناصفة مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان المونديال، وذلك لرغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقليص عدد المدن والملاعب المستضيفة لهذه البطولة العالمية. الفيفا ولجنة الترشح المشترك للمونديال اختاروا 6 ديال الملاعب مغربية و11 11 ديال اسبانيا و3 ديال البرتغال. الملاعب ديالنا المغربيه راكم عارفينها: ملعب حسن الثاني بن سليمان، ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وملعب فاس، والملعب الكبير باكادير، وملعب طنجة ومراكش. وفقا لتقارير إعلامية إسبانية قالت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس مقترح يقضي بتقليص عدد الملاعب، مما يعني إمكانية سحب التنظيم من مدينتين في القائمة النهائية، إذ يرجح أن تكون من المغرب وإسبانيا. دونك ماشي 3 ديال الملاعب، هما فقط ملعبان. وأشارت هذه التقارير إلى أن ملعب فاس يواجه خطر الاستبعاد من هذه القائمة، رغم أنه يشهد حاليا إصلاحات شاملة حتى يكون على مستوى الحدث العالمي، في وقت يضغط فيه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان من أجل إضافة ملعب ديال فالنسيا إلى قائمة الملاعب المستضيفة لكأس العالم. دونك هما باغي تزيدوا ملعب جديد، وإذا بالفيفا هنالك أخبار كتقول أنه بغاو ينقصوا عدد الملاعب. وفي هذا الإطار كشف مصدر داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم لموقع العربي الجديد القطري يوم السبت أنه المغرب متشبث باستضافة مباريات كأس العالم 2030 في 6 ملاعب كيف ما اقترح، بما في ذلك الملعب ديال فاس الذي يخضع حاليا لإصلاحات مهمة ويتسع لأكثر من 55 ألف مقعد. سيكون جاهز لاحتضان بطولة كأس أفريقيا التي سوف يستضيفها المغرب خلال الفترة ما بين 31 ديسمبر و 18 يناير 2026. المصدر ديال الجامعة قال أيضا أنه الحكومة المغربية رصدت مبلغ ضخم يصل إلى 2 مليار و128 مليون ألف دولار أمريكي بهدف تأهيل
البنى التحتية والمنشآت الرياضية حتى تكون المملكة المغربية في مستوى استضافة الحدثين الكرويين البارزين وهما كأس أفريقيا وكأس العالم. وعليه المغرب يتشبث بالقرار المعلن سابقا ولن يتراجع عن أحقيته في استضافة مباريات المونديال في 6 مدن مغربية. المغرب دار البروجي ديالو ديال تنظيم، بنى البروجي ديالو ديال تنظيم مباريات كأس العالم 2030 على 6 ديال الملاعب. ما غاديش يقدر أنه ما غاديش يوافق أنه يتم التأثير على هذا المشروع ديال الاستضافة بسحب ملعب مدينة فاس اللي خصص ليه هذه المدينة اللي خصص لها ميزانية كبيرة من أجل التطوير ديالها وتأهيل الملعب والطرقان وسائل النقل أمور كثيرة غادي يخدم عليها في الشطر الثاني ديال عملية التأهيل. فميمكنش تجي تريب لي هادشي كامل بقرار بحال هذا. كنعتقد أنه بالنسبة للمغرب المسألة تكون واضحة. أما بالنسبة لإسبانيا لست أعرف الوضع كيف غادي يكون، ولكن كنعتقد هم كذلك غادي يتشبتوا بالملاعب ديالهم اللي تم الموافقة عليها. ما كنعتقدش أنه غادي غادي يبغيو يسحبوا شي ملعب أو مدينة. ما كنعتقدش الإسبان غادي بالعكس هما طامحين يزيدوا، فأنت كتقول لهم ينقصوا. كنعتقد أن هاد الفكرة ديال التقريص ما غاداش تكون ما غاديش يكون عندها جدوى لدى المدن المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030 سواء في المغرب أو لا إسبانيا. موضوع الأيام تقولنا شنو كاين، ولكن طالما خرجت بحال هاد الأخبار وإلا كاين اللي كيبغي يدير بالبالة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ما عرفتش أنا الجهة اللي غتكون مصلحتها أنه دير تبرزيط ودير المشاكل ودير كل مرة تخرج فكرة جديدة. أم، حنا باغي أكثر من 6 ديال الملاعب. المغاربة تيقولك حنا تظلمنا في 6 ديال الملاعب. وتجي انت المغاربه تنقص ليهم ملعب. ما اغلب المغاربه تيقول لك حشومه حنا 6 ديال الملاعب ما عجبناش، بغينا اكثر من 6 ديال الملاعب. هنالك مدن تستحق انها تستضيف مباريات كاس العالم في منطقه الشرق، المناطق الجنوبيه، حتى منطقه الريف يستحقوا انهم يحتضنوا مباريات كاس العالم. فتجي دابا وتقول غادي نقصوا الموضوع فيه مشاكل غادي غير بالبالة. ما كنعتقدش ان الامور غتمشي كيف صاحب هذه الفكره او الناس الجهه داخل الفيفا اللي باغا تمشي في هاد الطريقه دي. ما كنعتقدش انه الفكره ديالها غتنجح وغتلقى واحد الترحيب والا الامور غادي تتخربق. ما كنعتقدش شيء. فبالنسبه لي الملعب حتى المدينه اللي كنت ذكرت في فيديو سابق بالنسبه لمدينه فالنسيا حتى البروجي ديالهم لاضافه ملعب جديد. امام هاد الاخبار اللي جايه دابا حاليا كنعتقد انه المساله اصبحت محسومه. لن يتم اضافه ملعب آخر يكون ملعب رقم 21 في قائمة المدن أو الملاعب المشاركة. الأمور هي هذه. إن شاء الله إلا كانت شي أخبار جديدة حول هذه المسألة، لأنه أنا درت هي التبرزيط ما يمكنش أنت كتكون كونسونطري على 6 ديال الملاعب كيجي بنادم يقول لك راه تحيدوا لك غنديروا. فكمتتبع وتبرزت فما بالك بالناس المسؤولة اللي غيكون عندها التزامات. مدينة فاس راكم عارفين الوضع ديالها والمكانة ديالتها. الموضوع فيه إرباك شديد. فأنا ما كنعتقدش أن الأمور غتمشي بعيد. اللهم إلا حصل شي تلاعبات ولا المسألة هادي الفيفا لديها سوابق. ولكن خصنا نكونوا لهم بالمرصاد صراحة. هادشي ديال كيكون داير فيه الفلوس بزاف ونكونوا صريحين في التعبير. هما قرارات بحال هادي اللي كتحرك داخل الكواليس تيكونوا دايرين فيها الفلوس. ماشي أي واحد رشقات ليه غادي، لأنه واحد جهة أو شخص معين عنده مصلحة أنه فكاين شي واحد اللي يحركو. فهمتي؟ في حالة ما يدافع على هذا الكلام صحيح ومتداول داخل الفيفا فيجب التصدي. الناس ديال الجامعة الناس مسؤولين على الملف ديال المونديال خصهم يعرفوا واش كاين الأخبار الحقيقية الأمور كيف ماشية باش ما نوقعوش في شي خبر اللي هو صادم اللي غادي يخربقنا. فنتمنى الأمور ما تمشيش في الشكل اللي هما باغيين ومدينة فاس تحتضن مباريات كأس العالم بكل أريحية سكان مدينة فاس يستمتعوا بالمونديال داخل مدينتهم. إن شاء الله إلا كاين شي أخبار أخرى حول هذا الملف أو تطورات فغادي نأتيكم بها أولا بأول ونشوفكم على خير.